تخيل إنك تكون المسؤول عن تربية أخطر أشرار المستقبل، مش عشان توقّفهم لأ، بل عشان تخلّيهم أقوى وأذكى وأكثر رعب. استعد، لإن القصة ديّة مش زي أي قصة سمعتها قبل كده، لإنها مش قصة بطل بينقذ العالم زي ما متعودين، لأ يا صديقي، بل قصة شخص بيصنع الأشرار ولكن بالطريقة الصح. فجهّز مسلياتك اللذيذة، لإن في قصتنا الشر مش بيتولد لأ، بل بيتم تربيته. وما تنساش لايكك الجميل وتنورنا باشتراكك في القناة لو عايز تشوفنا تاني. ويلا بينا نبدأ حكاية. كنت خادم بسيط، عبد ماليش أي ستين لازمة، بشتغل 78 ساعة في الأسبوع. بس فجأة ومرة واحدة انتهى بيا المطاف في جسد نبيل زي اللي كنت بخدمه، بس في عالم مختلف، لأن أنا ما كنتش فاهم لغته وما عنديش أي قوة خارقة. فهل دي حاجة كويسة؟ بصراحة نوعا ما، لإن أنا بقيت عايش في دلع ورفاهية ما كنتش أحلم بيهم. عندي خَدَم وعُمّال بيساعدوني في عمل أي شيء وكل شيء، وكانت مهمتي الوحيدة فعليًا هي إن أنا ما أعملش أي حاجة غير إن أكون مُدلَّل وبس. وبيكلم أحد الخَدَم بطنّا ويقول له: "سيدي، حاول الليلة إنك تنام بدري عشان السادة الشباب هيقعدوا بكرة." فبيرُد عليها بطنّا وبيقول لها: "السادة الشباب تقصدي مين؟" فبتضحك الخادمة وبتفتكره بيهزر وبتقول له: "أنت ليه بتتكلم كإنك ما تعرفش عائلتك الخاصة؟ أنا أقصد السيدان الشابان ليو وتوني باليتيو هيقعدوا بكرة." فبيحس بطلنا إنه سمع الاسمين دول قبل كده، وبيحاول يفتكر سمعهم فين، ويا ريته ما افتكر يا صاحبي، لإننا بنشوف علامات الصدمة والخوف ظهروا عليه لمّا افتكر الاسمين دول، وبيقول بكل صدمة ورعب: "هو هيكون زي ما فهمت، هو أنا في سيكيديليا؟"